لو لقيت الكربوراتور بيخر بنزين او بينقط تحت المكنة او المكنة شنقت، ما تفكرش قوم تغير الكربوراتور، لا، المشكلة بتبقى هنا. بص يا معلم، في كذا سبب لخراران البنزين. اولا، ما يبقى العوامة دي مش قافلة حلو، ماشي، دي مش ما تبقى قافلة حلو، البنزين اللي فيها ده، بص معايا كده، بص معايا كده على البنزين ده اهو، ده بيبقى مش قافل حلو مكانه هنا، وادي مكانه هنا اهو، او في رواسب دخلت تحتيه برضو، ده هيخليها تخر. طب ليه تخر من هنا من تحت؟ المشكلة هنا بنزين ما يخش من هنا كده، يطلع جاي من هنا، العوامة دي بتقفل على البنزين بالطريقة دي كده وهي راكبة في العوامة. بص معايا كده، عايز افهمك بالظبط، بس مش عايز الفيديو يطول عليها، مش عايزك تتكلف فلوس. بص، ركز معايا هنا، بسم الله. بص يا معلم معايا، دي العوامة دي يا معلم. بص، دي كده كده تبقى قفلت البنزين كده، فتحت البنزين. اول ما انت طبعا المكنة معاك شغالة تمام. طبعا اول ما العوامة دي تعلق كده، تفضل البنزين ينزل باستمرار، مفيش حاجة تمسكه من هنا، نازل باستمرار. فما يعدي بيعدي دي، اول ما يعدي كده خلاص هيتخر من تحت. افرض انت جيت عملت نصح وسديتها دي، انت عملت اكبر مشكلة، اللي هي البنزين مش هيلاقي حتة هيطلع منها، هيبقى قدامه قدامه فلتر الهواء من هنا هيطلع منه، او يخش على الخزنة الجوه من هنا. ولو دخل على الخزنة الجوه برضه عمل لك مشكلة. ممكن تيجي تدور المكنة، تيجي شنقان المكنة، تبك نار لورا ناحية الفلتر بنزين كتير، او ممكن مثلا طبعا المكنة تبقى شنقت منك، دخل فيها بنزين في الخزنة. اول حاجة مش هتقدر تدور، هتعمل تيجي فكك البوجيه، يعني تيجي تفك البوجيه وتدور يا ابني مارش، تيجي داخلك عليها كهرباء، طبعا هتيجي ملقطة من المبينة، والبنزين هيطلع من بقان البوجيه، هتيجي المكنة تبص تلاقي المكنة ولعت. اخطر حاجة ان انت تسد دي ده جايلك اما يبقى فيها خرطوم نازل، اما يبقى فيها خرطوم لتحت كده، عشان خاطر اول ما يخر في الارض خالص، بعيد عن بعيد عن جسم المكنة. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة.